يحكى أنه يوجد 3 أخوة متزوجين يعيشون في بيت واحد، وعندما اشتدت بهم الظروف وزاد حجم الفقر والعناء قرروا على أحدهما أن يسافر إلى أحد الدول الخليجية للبحث عن عمل ليرسل المال إلى الأسرة، فطلبوا من أخاهم الأكبر أن يسافر ويتغرب، ولكن رفض وقال: أنا الأكبر وأنني أجيد التصرف في شؤون رعية الأسرة، فليذهب الأخ الأوسط، ولكنه رفض. فقال الأخ الأصغر، وكان مسكينا وطيب القلب، فقال لهما: حسنا يا إخوتي، سوف أسافر أنا، ولكن أريد منكما أن تحسنا رعاية أولادي وزوجتي. فأجابا: لا تقلقي ولا تفكر بهذا الأمر، وسنجعلهما في أعيننا. واتفقا أن يرسل المال عندما يحصل عن عمل هناك، ويقسمون المال إلى 3 أقسام قسما يضعونه جانبا من أجل فتح مشروع في المستقبل، والبقية توزع بين الجميع ما بين مصاريف لكل الأسرة. وفي اليوم التالي ودع الشاب أسرته وزوجته وأولاده وسافر وتوكل على الله. وبعد أسبوع استطاع الشاب العثور عن عمل في أحد أرياف المنطقة في كراعي إبل وأغنام وأبقار، وكان العمل يبدو صعبا في البداية، وبعد الممارسة والتأقلم استطاع الشاب التكيف مع المكان. لقد كان يعمل منذ بزوغ الفجر حتى غروب الشمس، وبعد شهر قبض الشاب أول راتب، وكان 1500 ريال، فاتصل بإخوته وأخبرهم أنه حصل على راتبه الأول، فقالوا له: أياك أن تخون وعدنا كما اتفقنا؟ أرسل كل المال الذي حصلت عليها لينا، وسنقوم بتقسيمها كما اتفقنا. شعر الشاب بالسعادة وأرسل المال كله، فتابع الشاب الرعي للمواشي حتى نهاية الشهر الثاني، فقبض نفس المبلغ وقام بإرساله لإخوته. وفي الشهر الثالث فعل كما كان يفعل في كل شهر، يقوم بإرسال المال كاملا إليهم دون أن يأخذ منه ثمنا لشراء ثوب جديد. فتعجب الرجل الذي يعمل الشاب لديه، فقال له: لماذا تقوم بإرسال المال كاملا دون أن تأخذ منه شيئا لنفسك كما كان يفعل الذي كان يعمل قبلك؟ فقال: اتفقنا أن نجمع المال لبناء مشروع لأنفسنا ونكسب من المشروع ونوسع رزقنا، هكذا اتفقت مع إخوتي. فقال الرجل صاحب العمل: وهل تثق بهم؟ أجاب الشاب: أجل يا سيدي، أنهم إخوتي من لحمي ودمي، فكيف لا أثق بهم؟ فقال الرجل بالتوفيق: أتمنى أن يكونوا عند حسن ظنك بهم. وبعد أيام قام الرجل صاحب العمل بشراء الكثير من المواشي ضافة إلى المواشي التي في حظيرته الكبيرة، ولكن تفاجأ الرجل أن الشاب لم يعترض ولم يطالب برفع راتبه، فشعر الرجل بالأمان لعدم طلب المزيد من المال إضافة فوق راتبه. وكان الشاب يعمل بكل أمانه وصدق، وكان لا يغيب يوما عن الرعي.